اهلا بكم في الحلقه السادسه من برنامج كواليس خفيه سيزون 2. النهارده هنتكلم على شخص مهم جدا، والشخص ده هو اللي بيخلي شكل الصوره عبقري، هو اللي بيخلينا لما نيجي نتفرج كده نبقى مستمتعين بالصوره. الشخص ده بيبقى طبعا معاه برضو فريق عمل كبير جدا وهو بيرقصهم. بنتكلم على مدير التصوير، الدي او بي او الدايركتور اوف فوتوغرافي، اللي هو مدير التصوير، مسؤول عن الصورة من ساعة ما بنصورها لحد ما توصل للمشاهد. طبعا مهنة التصوير زي اي حاجة في الدنيا تم التطوير فيها بشكل واضح جدا. زمان كنا بنروح البحر وناخد كاميرا زي دي، نقعد نلف البكرة كده ونلف الخام لحد ما يقف، وبعدين نقوم مجهزينه ونصور صورة. بعدين بعد ما بنخلص بنروح نحمض الكلام ده. نفس الحكاية في السينما، بس طبعا بشكل أكبر شوية. الكاميرا طبعا بتبقى تقيلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. ده بيبقى الجزء اللي هو بتاع الماجازين، ده اللي بيبقى فيه الخام. الخام طبعا الكاميرا دي بتاخد خام اسمه 35 مللي، ده بيبقى أعلى كواليتي. بيبقى في حاجات اقل طبعا 16 مللي، في اقل كمان 8 مللي، لكن السينما اللي كانت الكواليتي بتاعتها عاليه الا لو كان لو بادجت يعني جدا كانوا بيستخدموا ممكن 16 مللي، لكن الكواليتي المحترمه كانوا بيشتغلوا بال 35 مللي. طبعا هنا بيخش برضو الخام بتاعنا، والخام ده بيبقى ليه شكل زي ما حضراتكم شايفين كده. ده شكل الخام زي بالظبط اللي كنا بنتكلم عليه، اللي هو كان بيتحط في لما كنا بنبقى مسافرين كده ويتحط في الكاميرا الفوتوغرافية. برضو ده نفس الحكاية، وهو كل 24 فريم بيتحرق على الخام ده بيبتدي يدينا الحركة. يعني هنا ده مثلا معانا فيلم اهو. الفيلم ده زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى فيه اجزاء كتيرة، كذا صورة. فكل الصور دي بقى 24 صورة لما بيتحركوا ورا بعض والخام ده بيلف، بنبتدي نشوف الحركة بتاعتنا. العدسة، خلينا نشوف العدسة دي كده. دي عدسة اسمها 50 ملي. العدسة دي بيبقى فيها جزء بنقدر نشوفه كده ان هو بيظبط الفوكس. بيبقى في شخص اسمه فوكس بولر. الفوكس بولر ده بيبقى مسؤول عن ان هو بيظبط الفوكس فقط. طب هو ايه هو الفوكس اصلا؟ الفوكس انك تلاقي الصورة واضحة، او تلاقي بعض الاجزاء في الصورة غامق او مش غامق، هنقول بلوري او مزغلل شوية او مش واضح شوية. ده بيبقى اسمه اوت اوف فوكس. وتلاقي مثلا الشخص نفسه واضح بوضوح، يبقى كده الشخص ده ان فوكس. فعشان نقدر نعمل ده بيبقى في بني ادم متخصص مركز بس ان هو يظبط فوكس. طبعا مش عايزين ننسى برضو مشرف الاضاءة، اللي هو بيبقى مسؤول عن الاضاءة، مسؤول عن ان هو ينور اللوكيشن بالصورة المناسبة. يعني لو عندنا فيلم رعب طبعا هننوره بإضاءة خافتة شوية، عندنا فيلم سسبنس ونفس الحكاية، عندنا فيلم حب مثلا هتلاقي لا أنوار كتيرة، فيلم كوميدي هتلاقي أنوار كتيرة، وهكذا. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. استنونا الحلقة اللي جاية إن شاء الله، برنامج كواليس خفية سيزون 2. كنت معاكم فؤاد الشربيني.